هو وزير العدل مصرح انه راح يصير فيه تعديلات على قانون الاحوال الشخصيه اللي هي تخص الطلاق، ومن التعديلات على طلاق الزوجه للزوج خاصه اذا هو مو مسوي شيء، وراح يتم دراسه انه يصير فيه له تعويض بعد. والغرض من التعديلات هذه لان نسبه الطلاق صارت مرتفعه بالكويت. والله انا حبيت هالوزير، لان الفتره الاخيره الطلاقات صارت ببيزه. صح، في طلاقات يكون الريال هي سربد، بس في طلاقات الاسباب فيها طاش ما طاش. ليش ما قال لي صباح الخير الصبح انت طالق؟ ليش ما يعرف يلف سمبوسه برمضان انت طالق؟ ليش مو مثبت صبغ اظافري الجديد انت طالق؟ يعني اسباب اسباب. واللي عجبني بتصريح الوزير انه راح يدرسون الريال يصير له تعويض مثل ما المراه لها تعويض، بعد الريال له تعويض. عاد ما ادري شنو التعويض، كاش، مجوهرات، زبرجة، عيش التمويل، ما ادري. بس ما يصير متى ما طق براس المسعده وخذتها وردتها المكتب مجمع رميح. كذي تخلي الريال والمراه يفكرون 60 مره قبل لا ترجعه مجمع رميح. يلا.